الفانوس. على مدار 1000 سنة ربط الفانوس بقدوم شهر رمضان المبارك. كلمة الفانوس مش كلمة مصرية، لا دي كلمة إغريقية، لكن عرفت عند العرب اسم النمام. يعني الفانوس زمان كان اسمه النمام. طيب ليه اسمه كده؟ علشان زمان كانوا بيستخدموه لغرض التلصص ليلا. عارفين انتوا لما تكونوا ماشيين بالليل وعايزين كده تتجسسوا على حد او محدش يشوفكم، فاحنا بناخد معانا كشاف، وهم زمان كانوا بياخدوا معاهم الفانوس ده، عشان كده الفانوس زمان اتسمى النمام. بقى في كتير اشكال للفانوس وتطورت، ولكنه بقى احد رموز المظاهر الاحتفاليه الرمضانيه. طيب ايه هي حكايه الفانوس اصلا؟ ظهر ازاي حكايه الفانوس دي؟ دلوقتي كان اسمه النمام، طب ليه اتقال عليه فانوس؟ انا هقول لكم دلوقتي، بس قبل ما اقول لكم الحكايه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت للفيديو، وتقولوا لي عايزين تعرفوا قصة ايه تاني في رمضان. في كذا قصة هقولها لكم كل يومين كده، فيديو عن العادات والتقاليد بتاعة رمضان، زي المسحراتي والكنافة والقطايف، ازاي كل دوت جم ارتباطهم برمضان. في عام 358 هجريا خرج اهل مصر في موكب مهيب لاستقبال المعز لدين الله الفاطمي، حاملين المشاعل والفوانيس لإضاءة الطريق احتفالا بقدومه. وكان اليوم ده أول يوم من شهر رمضان، وفي عهد الحاكم بأمر الله طورت فكرة الفوانيس، ومنع هذا الحاكم الفاطمي خروج النسوة من بيوتهم، لكن خلاهم في شهر رمضان خروج واستعمال فوانيس، حيث كان يتقدم كل سيدة طفل صغير يحمل في يده فانوسا صغيرا لكي يفسح لهم الرجال الطريق. ازدهرت صناعة الفوانيس خلال عصر المماليك، وعلى مدار قرون عديدة أصبح الفانوس رمز يبشر بقدوم شهر رمضان المبارك. طورت صناعة الفوانيس من الصفيح إلى الخشب والزجاج، وعبر القرون الماضية امتدت صناعة الفوانيس من مصر إلى مدن عربية أخرى، زي مثلا حلب، دمشق، قدس. يعني الفانوس كان أصله مصري، والدول العربية هم اللي خدوا الفكرة مننا. وبكده الحكاية خلصت. لو القصة عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس واللايك وكومنت، دول ايه رأيكم في الحكاية. استنوني في حكايات جديدة تانية. يلا باي.